جديد. أهلا بالجميع. طيب، عشرات المليارات قسمها رجل الأعمال السعودي الشهير بين أبنائه في موقف فريد على مستوى العالم أدهش الكثير من المراقبين والمحللين. ولا ايش رايك علا؟ طبعا، وكمان بنفس الوقت كان السر علي في هذا الموضوع هو أنه كان في رغبة من الراجحي في استمرار العلاقة الأسرية بين أبنائه كي لا يكون المال سببا للخلاف بينهم بعد رحيله. طبعا رجل الأعمال، وهو طبعا إنسان قبل أن يكون رجل أعمال، وهو الراجحي، يعيش الآن على وقف خيري بإنشائه بقرابة 40 مليار ريال ليصبح أكبر وقف في تاريخ السلام حتى اليوم. وله مقولة مشهورة عندما سلم هذه الثروة لأبنائه في حياته، قال: لا أملك إلا ملابسي التي أرتديها. عموما، الزميل فهد بن الجاد التقى الشيخ الراجحي وحاوره حول تجربته الخاصة التي نوفيها بكم. لكن ما كنت اخذ نص قرش او قرش اروح اشربها برقه ولا اشربها كذا ولا اشربها كذا. كنت احافظ القرش عشان اجمعه لليوم الثاني، فاحط قرش على قرش ونص قرش مع قرش، صارت قروش. من جمعي من قرش ونص قرش وقرش جمعنا قروش وصار عندنا اللي ما قسم الله من المال. يصنف كأحد أثرى أثرياء الأرض، يمتلك من المال ما لا تملكه دول برمتها، فأرقام ثروته تتغير في الدقيقة والثانية، حتى قيل لو أن رجلا حصل على ما يحصل عليه الراجحي في يوم واحد لقضى بقية حياته غنيا. أنا لا أعتبر نفسي ثري، أنا ما عندي، أعتبر نفسي فقير لله. أنا من الفقراء المساكين لله، فأنا من أفقر الناس لله سبحانه وتعالى. تصنفني فقير، نعم أتقبل منك، لكن صبرني ابن أكبر أغنياء، لا، من ابن أكبر أغنياء. هم استندوا على الأقل إلى أرقام وإلى تقديرات. تقديرات كل يقدر على كيفه، ما حد يمنع. عصبة الأموال المتحدة يدرس فنون جمع المال قرشا قرشا لكل المقربين منه، وأن الإنسان استخلف رب العالمين جل جلاله على المال، فكان ناظرا عليه يتحفظ ويحافظ عليه ويكون حريصا عليه وينميه ويشتغل فيه ويتعب معه، ونتيجته لغيره. بدأ حياته فقيرا معدما، لتتحدث بعد ذلك خبرة أجيال في صوت رجل. الحمد لله أنا أملك طيارات، أنا أملك تقريبا حوالي 100. أنا أفقر منك بمراحل وأملك طيارات مثلك. أنا أملك محيان طيارة. ليش ما اشتريت طيارة؟ بتذكر في السياحية ب 100 ريال ركاب وتعصى، واللي يملك طيارة كاملة، ولذا كله طيران 10 ساعات 3 ساعات. هذا كلام اشتهر عنكم، هذا كلام شيخ ليس بجديد، لكن الجديد اللي نبحث عنه اليوم، لماذا الشيخ سليمان في حياته لم يعني يكون مرفها حتى اليوم؟ أنا مرفه طالما أني الحين مالي راحته، ولا أنا أصبحت ما أملك ولا شيء، وأنا بنفسي وقف، هذا أكبر رفاهية. الجلوس مع هذا الرجل لدقائق قد يكلفه الكثير من المال، إلا أن تجربته في جمع الثروة على مدى 80 عاما ثم توزيعها في أيام بين أبنائه سر كبير لا يتردد في إسماعه للآخرين. بعد ما وزعت مالي وأعطيت الأولاد حقهم والبنات حقهم والزوج حقهم وطلعت الوقت، أنا أعتقد ما في أسعد مني أحد، وأنا مرتاح وأنا سعيد بالله. الراجحي اليوم لا يملك إلا ملابسه التي يرتديها، كما يقول: إنه الزهد في الدنيا وحب الأبناء والذرية، صورة سيحفظها له الزمن وسيتذكرها كل المتخاصمين من أبناء الأثرياء غيره. من الرياض، فهد بن جليد لبرنامج MBC في أسبوع.